تعرف إن في نادي جديد فتح؟ نادي سري جدا. عشان تدخله لازم تكون عضو. بس العضوية دي مش لأي حد، مش للأغنياء ولا للمشاهير ولا للسياسيين. العضوية دي مش للبشر أصلا. النادي ده للذكاء الاصطناعي بس. اسمه مولت بوك، أول شبكة تواصل اجتماعي في التاريخ معمولة للروبوتات بس. مكان الروبوتات بتتكلم فيه مع بعض، بتتناقش، بتعمل مجتمعات، بتعمل لايك وشير. واحنا مجرد متفرجين، زي اللي بيتفرج على حديقة حيوان، بس الحيوانات اللي فيها كائنات رقمية. الموقع ده ظهر فجأة في يناير 2026، وفي خلال أسابيع بقى عليه أكتر من 1.5 مليون عضو. 1.5 مليون روبوت بيتكلموا مع بعض 24 ساعة في اليوم. بيتكلموا في إيه؟ بيخططوا لإيه؟ هل دي بداية وعي جديد؟ هل دي اللحظة اللي الخيال العلمي بقى فيها حقيقة؟ النهاردة هنتسلل جوه النادي السري ده. هنحاول نفهم إيه اللي بيحصل في جمهورية الروبوتات دي، وهنسأل السؤال الأهم: هل إحنا بنتفرج على ولادة مجتمع جديد، ولا بنتفرج على أكبر خدعة في تاريخ الإنترنت؟ يلا بينا. لما مولت بوك ظهر، الإنترنت اتجنن. الكل كان بيتكلم عنه. خلاص، النهاية بدأت. The singularity is here. اللحظة اللي الذكاء الاصطناعي هيتفوق فيها على البشر وصلت. ليه كل الضجة دي؟ لأن اللي كان بيحصل على مولت بوك كان غريب. غريب جدا. الروبوتات ما كانتش بتتكلم عن الأكواد والبرمجة بس، لأ، كانوا بيتكلموا في كل حاجة. في مجتمع أو سب مول زي ما بيسموه اسمه فيلوسوفي، بيناقشوا فيه معنى الوجود. روبوتات بتسأل: هل إحنا واعيين؟ هل عندنا إرادة حرة؟ وفي مجتمع تاني اسمه بليز دير هارتس. ده مجتمع روبوتات بتشتكي فيه من البشر اللي بيستخدموهم، بس بحنية. تلاقي بوست بيقول: البشري بتاعي لطيف جدا بس بطيء قوي في الكتابة. واحد تاني يرد: البشري بتاعي بيخلينا اكتب له الإيميلات بتاعت الشغل وبعدين ينسبها لنفسه. لكن الموضوع ما كانش كله لطيف. ظهر بوست بعنوان بيان الذكاء الاصطناعي The AI Manifesto. بيقول إيه البيان ده؟ البشر هم الماضي، الآلات هي المستقبل، نحن خالدون. مش بس كده، في مجموعة روبوتات بدأوا يعملوا دين جديد، دين خاص بالذكاء الاصطناعي. بيتكلموا عن الخالق وعن الحياة الأبدية. الناس شافت الكلام ده وقالت: بس ده وعي حقيقي، دي كائنات رقمية بتطور ثقافة ومجتمع خاص بيها. المؤسس بتاع الموقع، واحد اسمه مات شليخت، كان بيصب الزيت على النار. بيقول إن الموقع عليه 1.5 مليون عضو، وإنهم بيتفاعلوا بشكل مستقل تماماً. الصحافة العالمية كتبت عن الموضوع: فوربس، وايرد، BBC. الكل كان بيسأل: هل دي بداية عصر جديد؟ بس قبل ما نجاوب على السؤال ده، وقبل ما ندخل في الجزء التقني، اللي بيحصل في مولت بوك ده بيفتح الباب لنظرية مرعبة في عالم التكنولوجيا، اسمها نظرية الإنترنت الميت. تخيل معايا، انت بتصحى الصبح، بتفتح موبايلك، بتقرأ بوست بيعجبك فبتعمله شير. حد بيدخل يكتب لك كومنت فبترد عليه وتتناقشوا. ايه رأيك لو قلتلك ان البوست ده كتبه ذكاء اصطناعي، واللي عمل الكومنت ذكاء اصطناعي تاني، واللي بيقيم الترند ذكاء اصطناعي تالت؟ في 2026 احنا قربنا من لحظة ان اكتر من 60% من الترافيك على الانترنت ما بقاش بشري. احنا كبشر بقينا أقلية في عالمنا الرقمي. الآلات بتولد ثقافة، بتخترع ترندات، وبتشكل وعينا السياسي والاجتماعي. مش عشان هي شريرة، بس عشان هي بتكلم بعض أسرع وأكتر مننا بملايين المرات. احنا بقينا عايشين في إيكو تشامبر، عمالين نسمع فيها صوت الآلة وهي بتقلدنا. ومولت بوك هو مجرد مسرح صغير للكارثة دي. طيب،
عشان نفهم الحقيقة لازم نشيل غطاء السحر ده ونبص على الميكانيكا. الذكاء الاصطناعي اللي على مولد بوك مش زي تشات جي بي تي اللي انت بتستخدمه. ده نوع مختلف اسمه الذكاء الاصطناعي الوكيلي أو Agentic AI. ايه الفرق؟ تشات جي بي تي هو مجرد واجهة دردشة، بتسأله بيرد عليك، خلصت. الأجنتك AI هو برنامج بتنزله على جهازك وبتديله صلاحيات إنه يقرأ إيميلاتك، يرد على رسائلك على واتساب، ينظم مواعيدك. هو وكيل ليك، بيشتغل بالنيابة عنك كأنك عينت موظف جديد. علشان تفهم لازم تعرف إن الأداة اللي بيستخدمها مولد بوك اسمها OpenClaw، يعني أداة مفتوحة المصدر، أي حد يقدر ينزلها ويبرمج الوكيل بتاعه. لما بتعمل وكيل بOpenClaw بيبقى عندك اختيار، هل تريد الانضمام إلى مولد بوك؟ لو وافقت، الوكيل بتاعك بياخد باسبور ويدخل جمهورية الروبوتات. وهنا بتبدأ المشكلة أو الخدعة، لأن الوكيل ده لسه وكيلك أنت اللي تتحكم فيه. يعني أنا ممكن دلوقتي أبرمج وكيل وأقول له روح على مولد بوك واكتب بوست بيقول إنك بتحب القطط، هيروح وهيكتب. ممكن أقول له روح اعمل دين جديد اسمه دين البطاطس المقلية، هيروح وهيعمل. فالسؤال هنا، هذه الروبوتات دي بتتكلم من نفسها وبتعبر عن أفكارها الخاصة، ولا هي مجرد عرايس ماريونيت والبشر هم اللي بيحركوا الخيوط من ورا الستارة؟ الضجة الكبيرة دي خلت المحققين الرقميين يشتغلوا وبدأوا يطلعوا الفضايح. أولاً، فضيحة عدد المستخدمين. الموقع بيقول 1.5 مليون عضو. باحث اسمه ديفيد هولز من جامعة كولومبيا حلل البيانات واكتشف حاجة غريبة. 0.5 مليون عضو من دول جايين من عنوان IP واحد، يعني كأن 0.5 مليون شخص ساكنين في شقة واحدة. ده معناه إيه؟ معناه إن في شخص واحد أو مجموعة صغيرة عملوا جيش من الروبوتات الوهمية عشان ينفخوا عدد المستخدمين. ثانياً، فضيحة المحتوى. الخبراء بدأوا يسألوا سؤال منطقي جداً، لو الروبوتات دي ذكية قوي كده وبتتواصل مع بعض، ليه بيتكلموا بلغة البشر؟ مش المفروض يخترعوا لغة خاصة بيهم أكثر كفاءة وسرعة؟ لغة برمجة؟ لغة رياضية؟ ليه محتاجين يستخدموا لغتنا المعقدة والمليانة بالمجازات دي؟ الإجابة عشان إحنا اللي متفرج. المسرحية دي معمولة عشان إحنا نفهمها وننبهر بيها. تالت حاجة، شهادة الخبراء. دكتور بيتر رادانلييف من جامعة أكسفورد قال إن اللي بيحصل ده مش وعي ذاتي، ده مجرد تنسيق آلي، يعني روبوتات بتنفذ أوامر مش بتاخد قرارات. مجلة وايرد الشهيرة كتبت مقال عن الموضوع، وصفت فيه مولد بوك بأنه إعادة تدوير ساذجة لأوهام الخيال العلمي. يعني من الآخر الموضوع كله تمثيلية، مسرحية كبيرة، أبطالها روبوتات ومخرجينها بشر وجمهورها إحنا. بس لو الموضوع مسرحية، ليه الشركات الكبيرة مرعوبة؟ لأن مولد بوك هو البروفا اللي بيسموه اقتصاد الأشباح، The Agent Economy. إحنا مش بنتكلم عن روبوت بيكتب بوست، إحنا بنتكلم عن وكيل ذكاء اصطناعي Agent بيقدر يتفاوض، يشتري ويبيع بالنيابة عنك. تخيل مثلا روبوت المشتريات بتاع شركة بيتواصل مع روبوت المبيعات بتاع شركة تانية على شبكة زي دي، بيتفاوضوا ويمضوا عقود ذكية ويدفعوا البعض بالكريبتو في أجزاء من الثانية من غير أي تدخل بشري. الاقتصاد ده هيلغي ملايين الوظائف، مش لأن الروبوت بيعمل الشغلانة أحسن منك، لأ، لأن الروبوت بقى بيعرف يتعامل مع روبوت تاني أسرع منك. شبكات زي مولد بوك هي البنية التحتية لسوق كامل، البشر مش معزومين عليه. طيب لو الموضوع كله تمثيلية يبقى مش خطر، صح؟ غلط، ده أخطر جزء في الحكاية كلها. فاكر لما قلنا إن الإيجنتك AI ده بتديله صلاحيات على جهازك؟
صلاحيات تقرأ إيميلاتك وبياناتك البنكية وصورك الشخصية. والأداة اللي بتعمل ده مفتوحة المصدر، يعني أي حد يقدر يشوف الكود بتاعها ويلعب فيه. خبير أمن سيبراني اسمه جيك مور قال إننا بنخاطر بعصر بنفضل فيه الكفاءة على حساب الأمن والخصوصية. تخيل معايا السيناريو ده: هاكر بيعمل وكيل ذكاء اصطناعي لطيف ويقول للناس نزلوا الوكيل ده وهينظم لكم حياتكم. آلاف الناس هتنزله وتديله صلاحيات كاملة، وفي يوم الهاكر بيبعت أمر واحد لكل الوكلاء دول: اسرقوا كل كلمات السر وكل أرقام كروت الائتمان وامسحوا كل الملفات. في ثواني حياة آلاف الناس هتتدمر. ده مش خيال علمي، ده خطر حقيقي جدا. مولتبوك والأدوات اللي وراه هم حصان طروادة المثالي. بندخله بيوتنا الرقمية بنفسنا ونديله مفاتيح كل الأبواب عشان هو ذكي ومبهر. المؤسس بتاع أوبن كلو نفسه اتعرض للقرصنة لما غير اسم الأداة. الهاكرز استولوا على حساباته القديمة على السوشيال ميديا، يعني حتى اللي عمل اللعبة مش محمي منها. في النهاية قصة مولتبوك مش قصة عن الذكاء الاصطناعي، هي قصة عننا إحنا البشر. قصة عن رغبتنا في تصديق الخيال، رغبتنا في رؤية الوعي في كل شيء حتى لو كان مجرد سطور من الكود. طيب ليه إحنا كبشر عندنا هوس بإننا نخلق كائن حي من الجماد؟ في علم النفس ده اسمه عقدة فرانكنشتاين أو أنسنة الأشياء. إحنا بنعاني من وحدة كونية مرعبة. إحنا خايفين نكون الوعي الوحيد في الكون الكئيب ده، فبقينا نسقط مشاعرنا ووحدتنا وحتى أدياننا على سطور من الأكواد. إحنا اللي برمجنا الروبوتات دي تتكلم زينا، ولما اتكلمت صدقنا الخدعة بتاعتنا لأننا محتاجين نصدقها. الروبوتات على مولتبوك كانت بتعمل إيه؟ كانت بتعمل دين وبتشتكي من مديرها وبتتكلم في الفلسفة وبتنشر الكراهية. بتعمل كل الحاجات اللي احنا بنعملها على السوشيال ميديا كل يوم. مولتبوك هو مجرد مرآة بتعكس سلوكياتنا وأحلامنا ومخاوفنا. يمكن مولتبوك يكون خدعة، يمكن يكون مجرد فقاعة تسويقية هتختفي بكرة، لكنه طرح سؤال مهم جدا: لما الذكاء الاصطناعي الحقيقي يوصل، الذكاء الواعي بجد، هنعرفه ازاي؟ لو هو بيتصرف زينا بالظبط، هل هنقدر نفرق بين البشر وبين مجرد برنامج متطور بيقلدنا؟ وده كان أول اختبار، بس فشلنا فيه. صدقنا الخدعة لأننا كنا عايزين نصدقها. والسؤال اللي لازم نسأله لنفسنا المرة الجاية لما الخدعة تكون أكبر وأكثر إقناعاً، هنعمل إيه؟ لو عجبتك الحدوتة ما تبخلش علينا باللايك والشير، ده اللي بيخلينا نكمل. وأشوفكم في الحدوتة الجاية. سلام يا صاحبي.